السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا بعويناتكم غنصاوبوا الشباكيه بمناسبه شهر رمضان الكريم. الله يدخلوا عليكم باش تمناو الصحه والسلامه وطول العمر وكاع اللي في خاطركم باذن الله تعالى، وخاصه مغفره الذنوب لانه الشهر الكريم الشهر الفضيل الشهر ديال العباده. كيف كنعرفوا كاملين شهر الصيام. الله يقبلنا وليكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نصاوبوا الشباكيه والعسل لان ضروري الشباكيه خصها العسل. اول حاجه غنبداو بها ان شاء الله الرحمن الرحيم هي العسل. بسم الله على بركه الله. غنحتاجوا واحد 2 كيلو ديال سكر سنيده. غنديروا لها واحد الحامضه مقطعه، حيدت ليها العلف ديالها باش ما يمررش العسل، وواحد شويه ديال القرفه عواد، وواحد النجيمه. بما انه 2 كيلو ديال سنيده اذا غادي نديرو اطرو ديال الماء فقط. 2 كيلو السنيده غادي نديرو النصف ديالها اللي هو اطرو ديال الماء. درتو كيلو ديال مثلا كيلو ديال السنيده غديروا نصف اطر ديال الماء. درتو 4 كيلو السنيده غديروا 2 اطرو ديال الماء، دائما نصف الكميه. درتها فوق العافيه يعني تكون العافيه متوسطه، ما تكونش مجهده. ما درتهاش لا في كوكوط لا حتى حاجه، غير في طنجره عاديه. انتم باش تعرفوا بانه راه ناجح كتهزوا بالمعلقه بهذا الشكل هذا. ما خصوش يجي متقطع، خصو يجي هكا متصل بهذه الطريقه هذه، يعني ملي يكون كيهبط العسل يجي متصل. غادي نزيدوه كاس ديال الماء الزهر بهذا الشكل هذا صافي باش كيعطينا اللذه وكيخفو كيعطي واحد المذاق رائع. غادي نحيد ليه داك الحامض المعسل والقرفه عواد وكلشي، وغنخليه باش يبرد على راحته حتى باش نستعملوه ان شاء الله الرحمن الرحيم الشباكيه. ومازال غيبقى منه باش نستعملوه لشحال من حاجه، يعني البريوات او المعسلات كاع اللي كنديروا. ها هو من بعد ما برد شويه دابا غادي نديزو مباشره ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نصاوبوا الشباكيه. غادي نصاوب واحد الكميه قليله ماشي كثيره. غنحتاجوا الكيلو ديال الدقيق الابيض، كيف قلت لكم راه غير كيلو ما غاديش نكثر. 2 كيسان ديال ماء الزهر، واحد الكاس ديال اللوز، واحد الكاس ديال الزنجلان اولا سمسم، معلقه ديال النافع، معلقه ديال حبه حلاوه. ما محمصش حتى حاجه من هادشي، ما محمصاش لان باقي غادي يتقلى في وسط الدقيق، يعني فاش غيولي عجين غادي يتقلى كلشي، ما خصوش يكون محمص. نصف كاس ديال زيت الزيتون ونصف كاس ديال الزبده. علاش قلت نصف كاس ديال الزبده؟ لان داك التحتاني ما كنخويش كله، كنخوي غير واحد النسبه الفوقانيه. هذه المسكه الحره مدقوقه مع السكر. الخل غندير فيه واحد معلقه ولا معلقه ونصف. معلقه ديال القرفه. بالنسبه لهادو هذه الخميره الحلوه، الخميره ديال الحلوه اللي كنستعملوا في الحلوه. زعفران شعره. وغنستعمل نصف ديال الكوزه اولا جوزه الطيب، وهاد الضمه ديال الزعفران الحر. بالنسبه للبيضه غنستعملها كلها، ما غنستعملش غير صفر البيض ولا شي حاجه، غنستعملها كلها وشي مليحه. بالنسبه للبيضه كاين اللي كيقول لك لا غندير غير الصفر ديال البيض باش ما يديرش، ملي نكون كنقلي الشباكيه ما ديرش ليا الرغوه. هي الصراحه بصفر ديال البيض اولا بالبيضه كلها ضروري كتكون شويه ديال الرغوه. هذا حبه حلاوه من بعد ما طحنتها وغربلتها، وحتى هذه ديال النافع كلشي طحنته وغربلته. ها شتي ما محمصينش، ما محمرين ما والو، باقي خضرين. هذا زنجلان حتى هو طحنته مزيان وغربلته باش منين نكونوا كنقطعوا الشباكيه يعني كنا كنشبكوا الشباكيه ما تقطعش لينا. هاد المكونات هادو كلهم غادي نديرهم. هذه هي الشب مسالت ليا الشبكه فاش غربلتهم. هانتوما هاد المكونات كلهم غادي نديرهم فاش غنديرهم في مولينكس. غنطحن كلشي في مولينكس. علاش مولينكس؟ لان كطحن المكونات مزيان وكتعطيك واحد العجينه لينه وزوينه، يعني كتلعبي بها كما بغيتي وكتشبكيها كما بغيتي. انا خدم مولينكس كيف قلت لكم، غندير فيها جميع المكونات، يعني ماشي ضروري الترتيب. يعني الماء الزهر، الخل، زيت الزيتون والزبده، بيضه كامله، يعني جميع المكونات كنديروهم. هانتوما شوفوا الزبده كيف قلت لكم غنخلي ديك النسبه التحتانيه حيت كتخافي تكوني انا راه ذوبتها وحيدت لها ديك يعني الرغوه اولا الملح ضروري شويه راكم عارفين. اولا داك نقولوا حنايا الحليب حيدتو لها، ولكن واخا كتبقي ديما خايفه. ضمه ديال زعفران الحر، شويه ديال زعفران الحر بهذا الشكل هذا. معلقه ديال القرفه، معلقه ديال حبه حلاوه، معلقه ديال النافع،
الكاس ديال الزنجلان غنديرو كله، كاس ديال اللوز حتى هو غادي نديرو كله. هذه المسكه الحره مع السكر كيف قلت لكم. يعني جميع المكونات غديروهم، غطحنيهم مزيان. من بعد ما كيطحنوا يعني مولينيكس ما شاء الله ما تنساوش جوز الطيب، يعني غير واحد النسبه قليله ماشي كثيره، يعني حتى هي كتبنن وكتعطي واحد اللذه ما شاء الله. صافي غنمشي نطحن كامل هادشي، غيولي على شكل كريمه، كيعطي واحد الكريمه غزاله ما شاء الله. شفتوا كيفاش يعني كيتطحن المكونات، كيتطحنوا بالشكل مزيان. يعني كاين اللي كيبغي ديك الطريقه الاخرى كيبسبس الدقيق، كيبسبسوا بالمكونات كلهم عاد كيدير السوائل. وكاين اللي كيدير هاد الطريقه هذه ديال الخلاط الكهربائي. وبصراحه الخلاط الكهربائي كيكون افضل بالنسبه لي، انا كنفضله. درت مع الدقيق شويه ديال خميره ديال الحلويات، وغنخوي اولا غنفرغ هذا السائل هذا كله اولا داك المكونات اللي طحنا، وغنعجن. يعني شوفوا بالنسبه للعجين ما محتاجاش يعني تدلكوها ولا شي حاجه، يعني كافي انكم تجمعوها وشويه ديال يعني غير تمروها بيديكم شويه بحال هكا وصافي. يعني ماشي ضروري تدلك، لان علاش مازال غنستعملوا المدلك. وملي كنستعملوا المدلك هي كتزيد تسدلك مزيان وكتزيد تولي لينه. وكنزيدو نخليوها يعني كندير لها بلاستيك غذائي وكنخليوها يعني على حسب ساعتين، نص نهار، اولا حتى الغد ليه كاع بشويه عليكم. كانت واحد الوقيته الواحد كينوض كيدير الشباكيه في نهار واحد، يعني كتكون واحد التماره واحد العيا ربي اللي عالم به. ولكن دابا لا، دابا غير بحال مثلا هذه حتى الغدا ان شاء الله انا غطيتها بالبلاستيك الغذائي وبواحد الفوطه، اولا ساعتين ونص ولا 4 ساعات ولا نص نهار اللي بغيتو. انا خليتها تقريبا ساعتين ونص، وها هي تبارك الله رطيبه ولينه جدا غزال ما شاء الله تبارك الرحمن. هانتوما راه كندلكها بلا دقيق بلا حتى شي حاجه. يعني كنديروا هاد العمليه هذه باش شوفوا هانتوما شتي كيفاش كتسدلك، كيفاش كتهزيها كما بغيتي بواحد السهوله. المواد اللي فيها يعني زنجلان واللوز وكلشي يعني مدلوكين مزيان، يعني ما تحتاجي لا تعذبيه ولا تقطع لك ولا حتى شي حاجه. كنديروا هاد الطريقه هذه كنطويوها اما على 4 او لا، يعني بحال مثلا ترديها اما مربع او لا ترديها مستطيل على حسب الرغبه ديالتكم، او لا تخليها هكا ماشي مشكل. يعني مازال غادي تدلك. غادي نستعمل انا الماكينه ديال الدليك ديال التوراق. بغيتي تورقيها بالماكينه، بغيتي تورقيها بيدك على حسب الرغبه ديالك. المهم كطويها بحال هكا وكنديروها في بلاستيك غذائي وكنخليوها عاوتاني ترتاح وتطلق على راحتها. كيف قلت لكم منين تخلوها حتى فاش ديروها في بلاستيك الغذائي، بغيت تخلوها حتى واحد الليله، بغيت تخلوها حتى الغد ليه، ما كاين حتى مشكل. شوفوا نتوما على حسب الجو عندكم كي داير. حنا عندنا البرد فغنخليها غير فوق سطح العمل اولا البوطاجي، اولا بغيتو ديروها في الثلاجه اللي بغيتو. المهم تكون في هذا البلاستيك الغذائي ويكون مسدود باش ما يدخلش لها الهواء. صافي تبقى على هذا الشكل هذا. غنخليهم هكا. شتو كيلو عطاني هاد الكميه هذه، غنخليها ان شاء الله الرحمن الرحيم حتى دوز واحد المده. يعني تقريبا عاوتاني خليتها شي تقريبا ساعتين و3 سوايع تقريبا. انا درت لها شويه ديال الدقيق باش ندوزها في الماكينه ديال الدليك. غادي غير ندلكها شويه، نسرحها شويه ماشي ندلكها، نسرحها شويه وغادي ندوزها في الماكينه. الماكينه انا كنستعملها غير بوحديتي، فكنستعمل بشويه لان الكميه ما كثيراش قليله، فكنستعملها بهذه الطريقه هذه. كندور الماكينه كنحر، اما كنبعد الماكينه لهي، اما كنشد العجين ونجبدها من تحت الماكينه عادي. هانتوما شفتوا ما محتاجه لا دقيق لا حتى شي حاجه ما شاء الله. بغيتو تزيدوا عاوتاني مازال تسرحوها بالمدلك اللي بغيتو. انا كيعجبني نقسمها يعني الشرائط وندير بشويه بشويه. في هذه المرحله هنا بغيت نقول لكم بان انا للاسف ما عنديش ديك القطاعه اللي كتقطع يعني الشباكيه وتجيبها لك مقاده يعني كتوفر بصراحه، كتوفر الوقت وكتوفر المجهود. ولكن انا للاسف ما عنديش. قالوا سمعت في واحد الجروب في واحد المجموعه، لان قالوا كاينه كتباع عند الشناوه هنا في ايطاليا. مشيت قلبت ما لقيتهاش الصراحه الله. يعني ماشي مشيت غير عند واحد الشناوه وحدين، مشيت عند بزاف. نهبط ونمشي نجري نقلب عليها وما نلقاهاش. شي مرات كاع كنوريها لهم، جبتها من جوجل وكنوريها لهم، كنقول لهم هذه واش عندكم؟ ما عندناش. لقيت عندهم واحد الشكل ولكن ما فيش، يعني غير جرارات يعني مجامعينهم في بلاصه واحده. ما فيهمش ديك اللي كتحبس يعني باش تعطيك مربع وفيه هاد الخطوط هذا. ما لقيتهاش.
سمعت واحد السيده قالت لهم فر لقيتها في كوب. كوب هو واحد سوبر مارشي، مشيت ليه ما لقيتهاش اخوتي. يعني المهم ما خليتش، ما قلبت على اونلاين، ما لقيتهاش في امازون، في بزاف ديال لي سيت. لقيتها في واحد السيت اللي هو كاين في المغرب، ما بقيتش عقلت على سميتو. المهم كاين في المغرب، ما كاينش، ما عنديش كيفاش باش يوصلني حتى لهنايا، صعيبه القضيه باش يصيفط لك شي واحد من المغرب. ما انا ما كيعجبنيش نكلف شي واحد من جهه، واخا هي شي حاجه بسيطه من جهه، ومن جهه واحده اخرى يعني كاين البديل اللي هو نصاوبها بيدي وصافي. خاصه كيف قلت لكم ان الكميه اللي غندير قليله، غير كيلو، دغيا ما عندي ما ندير. التشباك انا كيعجبني هاد الطريقه ديال التشباك، كنديرها بهاد الطريقه، كتجي ساهله. شوفوا هذه اسهل طريقه ديال التشباك، هي هذه، ما كاينش بحالها. كاينين دابا حنايا حدايا بناتي كنوري لهم هاد الطريقه هذه، كنقول لهم ديما شبكوا بهاد الطريقه، ما تعذبوا راسكم، ما حتى حاجه تبقاو عاد تلفوا منين غندورها ولا منين غندورها. فهاد الطريقه هذه ديروها فوق سطح العمل، ساهله يعني. ما كنظنش بان هاد الطريقه هذه تجي صعيبه لشي واحد. بالنسبه للشباكيه، كاين اللي كتعجبو كبيره، كاين اللي كتعجبو صغيره. انا داكشي اللي جا في يدي كنديرو خوتي. هاد القنات هادو كنديرهم صغار، وملي كنكون باديها كنبداها كبيره. المهم كلشي غيتكل. انتما كنشدو هاد الجنيبات، وكتكون عندنا واحد الدائره كنديروا فيها صبعنا وكندوروا الشباكيه بهذه السهوله هذه. هذا من دوك الصغار، كيف قلت لكم التوصيل انا عندي ولا الطبق كتلقاو فيه الصغار والكبار. كندير العائله زعما كنبغيش نحرمهم من بعضياتهم، كنديرها الشباكيه اللي كبيره وهذه صغيره. كاين هذا النوع ديال المدلك عاوتاني، كيف قلت لكم على حسب متوفر عندكم، على حسب اي حاجه. داك المدلك كيعجبني حتى في المخمار، كيعجبني فيه، زعما كيبرد لي قلبي فيه. المخمار او لا مخمار الصغير، او لا مثلا دوك البيتزات اللي كنديرو كيعجبني ندلك بهذاك المنديل، كيجي زويون الشكل ديالو. هذه باينه فيها غتكون من الكبارات، حيت فاش بحال كنبداها كبيره، فاش كتكون صافي غتسالى كتكون صغيره. قاعده هذه. المهم انا قلت لكم غير كنبغي ندير العائله ديال الشباكيه صافي، الصغار والكبار. ايوا واش غدير. رمضان هذا الواحد كيكون فرحان الصراحه. الله واحد الفرحه في رمضان بوحديتها ما شاء الله. والله العظيم ها انتم شوفوا العائله، شفتوا كيف قلت لكم، من الكبير حتى الصغير شفتوها. كاين عندنا واحد الصديقه ديالتي كتعجبها، قالت لك صغيره صغيره، قالت لك كنديرها كلها فمي. اي والله خلي لها صحيحتها مسكينه. بهذا النهار هذا ذكرتها، الله يذكرها بالخير. كيف قلت لكم كنشدو جنيبات، كتكون واحد الدائره كندير فيها صبعنا، كندوروها بهذه السهوله هذه. هاد الطريقه كيف قلت لكم ساهله، يا ريت لو تجربوها. نوريكم العائله دابا، نوريكم من الصغير للكبير. ها انتم شفتوا، يعني ها انتم الكبيره وهي غدا حتى اصغر وحده في العائله. اخر العنقود. ها انتم كنقرب الكاميرا مزيان باش تشوفوهم. صافي يعني طريقه سهله. غنستمر بهذا الشكل هذا، نكمل الكميه اللي عندي بهذا سميتو. كيف قلت لكم ها انتم نسرحها بهذه الطريقه هذه. كندور وكنخرج شويه العجين، كندور وكنخرج شويه العجين هكا، هذا بشويه عليا. حيت كاين اللي كيقول لك لا خاصني اللي يعاونني، خاصني اللي يشد معايا. انا والله العظيم الا كنديرها بوحديتي ها انت شويه عليا يعني. وخاصه ان العجين مساعداني الصراحه، الله العجين زوينه مساعداني، مخلياني ندير اللي بغيت. ها انتم قلت لكم انا الشباكيه ديال الخلاط الكهربائي من نهار جربتها كنستعملها، غير هي سهله الصراحه الله، وزوينه. وكيف قلت لكم ما عنديش ديك القطعه اللي كتقطع، فكندير غير بيديا شرائط بحال هكا. كندير 5 ديال الضربات، والسادسه كنقطع وكندير بهذا الشكل هذا. كنطويها، كنشد هاد الجنيبات هادو، كتكون عندي هاد الدائره، كندخل فيها صبعي، كندورها بهذا الشكل هذا صافي، وها هي واجده. يعني ساهله، اسهل من هكا ما كنظنش. هذه انا الطريقه هي المعتمده عندي، وهي اسهل وحده كتجيني الصراحه الله. وعلمتها حتى لبنياتي، فحتى بناتي كيشبكوا معايا لانها سهله. وبالمناسبه راه انا كنت غندير شباكيه نهار الاربعاء، قلت لا خلي حتى السبت، زعما على اساس زعما السبت زعما ما كاين ما يدير. وانا لا، انا بغيت نستغل بناتي. استغلال بريء زعما ماشي خايب، باش يعاونوني باش يشبكوا حتى هما. انا ما محتاجاش للعوين الصراحه طلع، لان غير كيلو. فانا بغيتهم باش يتعلموا ويكونوا امهات المستقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم. ندوز للقلي ان شاء الله. الزيت ما تكونش حاميه بزاف يعني شويه، والعافيه ما تكونش مجهده، تكون متوسطه. غادي ندير الكميه شويه بشويه، واحد الكميه
زعما اللي تكون قد المقله. انا حاولت ندير المقله الكبيره، ودرت اطرو ديال الزيت تقريبا. صافي غتقلى من الجهتين بجوج. حاجه وحده اللي بغيت نقول لكم في هذه اللحظه هذه، صافي هاد الجوج هادو تقلاو مثلا، غنغطسهم مباشره في العسل اللي ديجا وجدنا. اللي بغيت نقول لكم اخوتي، فاش تكونوا كتقليو الشباكيه ضروري خص يكون شي ضوء مجهد. علاش؟ لان شي مرات راه كتحمر وانتم ما مبيناش لكم عند بالكم، لان هي اللون ديالها كيكون ديجا مغموق. ففاش كتحمر ما كتبانش لكم مزيان، بحال اللي كنقولوا مثلا شي كيكه درتيها بالكاكاو بالشكلاط، فما كتعرفيش امتى تحمرات. بحال هذا الشكل هذا، بحال الشكل ديال الشباكيه، هي راه كتكون محمره ولكن انت ما كتبانش لك، فتقدر تقصح ليك اولا تحمر اكثر من القياس اولا شي حاجه. فمن الاحسن يكون قدامكم شي حدا الشباكيه فاش تكون كتقلى يكون شي ضوء، شي اولا مثلا تستعملوا غير الضوء ديال التليفون. الضوء ديال التليفون مره طلعوا عليها باش تشوفوها واش تحمرات مزيان ولا لا. صافي من بعد ما كنديرها في العسل، كنغطسها مزيان وكنقطرها بهذا الشكل هذا، وكنديرها في شي كسكاس. درت من تحت منه واحد زلافه كبيره باش تجمع ليا العسل اللي كيهبط لتحت، باش نستغلوا مره واحده اخرى عاوتاني نستغلوا في بريوات في معسلات اللي غنديروا ان شاء الله. ومن بعد الى حيانا الله بعدا في رمضان، ومن بعد غادي ندردر عليه شويه ديال الزنجلان اللي ديجا حمرته في الفران. صافي غنستمر بهذا الشكل هذا، نقليها ونغطسها في العسل وندردر عليها الزنجلان ونستفها في الطبق النهائي اللي غادي يجي على هذا الشكل هذا. نتمنى تكون عجباتكم الطريقه اللي درت. انتم الشكل النهائي، ما نقولش لكم الريحه رائعه ديال الشباكيه. عرفتي في هذه اللحظه هذه والله العظيم الا قالت لي بنتي ماما ريحه رمضان، والله عرفتي السفوف والشباكيه كيعطوا واحد الجو رائع، كيفكرك برمضان وزعما الحب ديال رمضان بوحديته الصراحه. الله الاجواء ديالو، اجواء ديال العباده. بالنسبه لهذا الشكل هذا يعني بقات لي شي حاجه قليله ديال العجين، قلت اجي ندير هذا الشكل هذا. عجب حتى بناتي قالوا لي وبعدا هذه سهله سهل من الاخرى. بقاو كيصاوبوا غير هذاك الشكل. انا قلت زعما غير من باب التغيير وصافي، نديروا شي حاجه مختلفه وصافي. نتمنى تكون الوصفه عجباتكم، ورمضان مبارك كريم. نتمنى ديروا هذه الطريقه هذه اللي درت ديال الخلاط الكهربائي، والطريقه ديال التشباك اللي هي سهله جدا. نتمنى تعجبكم الطريقه. غنحل هذه قدامكم باش تشوفوها. هانتوما ساهله، جات هشيشه. هانتوما هشيشه وغزاله الصراحه الله، عجباتني الصراحه الله. يعني هنا راها باقي سخونه ودقتها وعجباتني الصراحه الله. وشكرا على المشاهده والمتابعه، ولا وصلتوا لهاد اللحظه هذه كنشكركم بزاف بزاف، وكنعاود نكررها رمضان مبارك كريم. شكرا بزاف والى اللقاء.